عندك عزومة وعايزة تعملي كوبيبة وتعملي كمية كبيرة منها وخايفة تاخد منك وقت، تعالى أقولك على طريقة سهلة وجميلة، اختراع أول مرة هتشوفوها. هاتي طبق ونزلي عليه 4 كوبايات من البرغل الناعم، ونزلي عليهم كوبايتين من دقيق السميد، وهننزل عليهم ب6 كوبايات مية مغلية. الطريقة دي سهلة مهما كانت الكمية، العجينة عندك هتخلصيها بسرعة من غير بقى ما توجعي ايدك ولا صوابعك توجعك ولا اي حاجة. قلبي الخليط بتاعك كويس وغطيه واركنيه على جنب ربع ساعة. بعد ربع ساعة هنرجع له تاني ونقلبه كده كويس ونلاقيه شرب المية المغلية. هننزل عليهم معلقة كبيرة من الملح، معلقة كبيرة من البابريكا، معلقة كبيرة من البهارات اللحمة، ومعلقة صغيرة من الفلفل الأسود، وكوباية إلا ربع من الزيت النباتي. واعجنيهم بقى كويس كده على قد ما تقدري الخليط بتاعك ده لحد ما تلاقيه عمل زي العجينة الطرية معاكي. يبقى هنا نقدر بقى نشتغل. تجيبي عصارة الليمون اللي هي ملهاش لازمة في الدرج دي، وحطي عليها بلاستيك او استريتش من الناحية اللي عاملة زي الهرم الهرمية دي، واعملي بقى العجينة بتاعتك على شكل كور، وخلي الكور على يعني على قد ما تقدري اعمليها بمعلقة معيارية عشان تطلع كلها مقاس واحد. وهنضغط كأننا بنعصر الليمونة، وبعد كده نشيل البلاستيك او الاسترتش ونحط مكانها الحشوة بتاعتنا. واحشي بقى الحشوة اللي انت عايزاها، عصاج لحمة، عصاج فراخ، جبن، اللي انت عاوزاه. وابتدي بلي ايدك مية، صوابعك مية خفيف كده، وامشي على العجينة بتاعتك أو على الكورة بتاعتك واعملي لها بوز من فوق وبوز من تحت، تطلع عندك أحلى كوبيبة. سهلة جدا بجد بجد، ما خدتش مني وقت خالص، وعملت منها كمية كبيرة زي ما انتوا شايفين. جربيها. أنا قلت ألحقكم بقى قبل رمضان ما يخلص وتلحقوا تعملوها في العزايم. معلش هي جاتني الفكرة متأخرة شوية، بس أنا قلت يعني بدل ما أقعد أوجع صوابعي كده وأقعد أفتح في العجينة كل واحدة، لأ دي سهلة بصراحة ما خدتش مني وقت خالص. وخلصي بقى الكمية بتاعتك كلها، وما تنسيش اعمليها بأي معلقة أو بأي حاجة علشان تبقى القطعية بتاعتك كلها قد بعض. وابتدي بقى فرزيها، بس ما تحطيش طبقات على بعض، هي طبقة واحدة بس. وغطيها بعلب أو استرتش أو أكياس بلاستيك وحطيها في الفريزر، وهناخد حبة ونقليهم معاك. وطبعا بتنزل في زيت غزير وتتقلب من الجهتين لحد ما تاخد اللون الحلو ده. ما تنسوش بقى لو الفكرة الجميلة دي عجبتكم، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة والمتابعة، وندعم القناة يا جماعة. والله فكرة حلوة وسهلة بس جميلة.